ما تزال شطحات رئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع متواصلة، فغرق وأغرق جامعته في زوبعة فنجان منذ دقت ساعة انطلاق الطبعة السابعة لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، فحرم منتخب بلاده من المشاركة في المسابقة بحجج واهية لا سند قانونيا لها، ثم راح يلبس ثوب الضحية والذي لم يكن على مقاسه. فنشرت الجامعة بيانا تشتكي فيه للكاف من الكلمة التي ألقاها نجل الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا في حفل افتتاح الشان. الاتحاد الإفريقي وجد نفسه مضطرا للرد على الاحتجاج المغربي، فأصدر بيانا واضحا مؤكدا أنه سيجري تحقيقات حول المزاعم المغربية. شطحات البيدق لقجع الغارق في المشاكل، وكما قيل الغريق يتعلق بقشة، ما زال يبحث عن أي وسيلة لتبرير غياب منتخب بلاده عن الشان، وراح يوظف ورقة الإعلام المخزني الذي عمل على تحريف فحوى بيان الهيئة القارية لعله يكسب تعاطف الشعب المغربي المستاء وشبان المنتخب المغلوبين على أمرهم إثر حرمانه من المشاركة والدفاع عن لقبهم بسبب تعنت مسؤوليهم. دي مده وحنا كنوجدوا باش نشاركوا في الشان باش نحافظوا على اللقب الثالث ديالنا. كان كلشي متاسف حيت ما نشاركوش في هذه البطوله. بعدما خسر رئيس الجامعة المغربية كل أوراقه، فلم يجد من سبيل سوى تحريف فحوى بيان الكاف، مقحما كلمات لم ترد فيه بتاتا كالتنديد والإدانة وكلمات أخرى لم يردها الكاف في بيانه. المغرب وبلسان جامعته أراد التشويش على الجزائر وتعكير صفو الاحتفال، فأحرج الكاف برعونته، وهو الذي اعتبر الحقائق الثابتة غير القابلة للنقاش ولا المساومة، كالدعوة لاستقلال فلسطين والصحراء الغربية، اعتبرها مساسا بسياسة مملكة أمير المؤمنين، لكنه لم يتجرأ على مهاجمة قائلها والإفصاح باسم حفيد الزعيم الإفريقي ضيف شرف حفل افتتاح الشان. المغرب نسي أو تناسى بأن لوائح الكاف التي تحرص على الحياد السياسي تقيد الاتحادات الكروية والرسميين والرياضيين وليس المدعوين وضيوف شرف، بل حتى المادة 49 من القانون الأساسي للهيئة الكروية القارية واضحة، حيث ورد فيها لا يسمح بأي تظاهرة أو دعاية سياسية أو دينية أو عرقية ولا بأي إعلانات في المرافق التي تحتضن مسابقات الكاف. وهنا الأمر موجه لغير المدعوين، والقانون يلزم المنخرطين في الهيئات الكروية فقط. والمادة 93 من قانون الشان توضح ذلك أكثر، إذ ورد في البند الثالث منها عدم قبول أي شعار مكتوب أو مسموع أو مصور ضد الاعتقادات السياسية أو الدينية لبلدان أخرى في الملاعب وأماكن الإيواء وميادين التدريب. خلاصة الكلام: لقجع غرز اليوم آخر مسمار في نعشه بعدما ورط بلاده في مناورة خاسرة وخاسئة وفاشلة رياضيا وسياسيا.